ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض المنين، إيه او قراقيش بالعجوه، وممكن كمان نعملها ساده مع بعض. في ناس كمان بيقولوا عليها كعب الغزال. هي طريقتها سهله جدا وبسيطه. وكمان فيها كمان تكه كده حلوه قوي. اللي معظم المخبوزات الصيامي او القراقيش الصيامي بصفه عامه يعني المفروض بيتحط لها حاجة بديل اللبن او البياض او صفار البيض فوق الوش عشان تخليها تحمر. احنا هنعمل مكون سهل جدا وبديل للبيض، هيحمر الوش معانا، واي المخبوزات والقراقيش واي حاجة عايزينها صيامي. يلا بينا نشوف احنا عملناها ازاي مع بعض. انا عندي هنا كيلو دقيق، ممكن نعمل هنا نص المقدار. انا ضفت عليه معلقه كبيره خميره ومعلقه كبيره سكر ورشه ملح بسيطه. تمام. وحطينا كمان حطينا كوبايه سمنه نباتي وكوبايه زيت. ما ينفعش نحط الكوبايتين زيت، هينشف معانا العجينه جدا. تمام. هنبسهم بقى كده بين ايدينا كويس. هنبس الدقيق بالسمنه والزيت والخميره، هنبسهم كده بين ايدينا لغايه ما تشرب السمنه كلها والزيت مع بعض، تبقى عامله زي حبيبات الرمل كده معانا. وبعد كده هنضيف كوبايه ميه سخنه دافيه فتره كده بسيط. تمام. عشان الخميره تتفاعل. ولو احنا مش ضامنين الخميره نحط الخميره على اللبن ونجربها الاول. لو اتفعلت معانا يبقى خلاص، يبقى كده شغاله. لو ما اتفعلتش يبقى نرميها ونجيب غيرها بدل ما نبوظ الدقيق. هنفرد العجينه بقى بالنشابه الاول. هنسيبها تخمر حوالي ساعه. هنغطيها كده بستريتش او باي حاجه بلاستيك لمده ساعه. وبعد ما تخمر هنعجنها، نفردها كده على ترابيزه او على رخامه. هنفردها بالنشابه بسمك حوالي نص سنتي، نص عقله. تمام. وبعد كده هنفردها معانا. وبعد ما تتفرد معانا هنكون فاردين العجوه بنعملها بمعلقه سمنه نباتي، ما ينفعش نعملها بزيت هتنشف مننا. وهنفرد العجينتين فوق بعض، يعني هنفرد العجينه اللي هي العجينه بتاعتنا، وبعد كده هنفرد العجوه بالنشابه بسمك رفيع جدا ونحطها فوق العجينه ونعملها زي رول كده مع بعض. تمام. وبعد كده نقطعها بالسكينه. نقطع العجينه بالسكينه، اتلفت بقت رول زي ما احنا شايفين كده. العجوه باينه منها. احنا كمان نقدر نحط ملبن، نقدر نسيبها ساده. هي نفس العجينه الساده، القراقيش الساده هي نفس العجينه دي بالظبط. تمام. من فوق الوش بقى هنحط لها البديل بتاع البيض. هنجيب في طبق معلقه عسل اسود ومعاها معلقه ميه، وهنقلبهم مع بعض. ممكن نحط معاها رشه فانيليا كمان. هي دي البديل بفرشه، وهندهن الوش. تمام. نسيبها تخمر تاني. نحط بقى السمسم، نحط اي حاجه احنا عايزينها. نسيبها تخمر حوالي نص ساعه تاني عشان احنا كنا فردينها، فالاختمار بتاعها قل شويه. ونبعد الواحده نبعدها عن التانية عشان ما يلزقوش في بعض. نسويها بقى على درجه حراره 200. تمام. في الشبكه في النص لغايه ما القعر بتاعها كده يصفر. لو الوش لسه ما خدش لون ممكن نشغل الشوايه درجه بسيطه جدا، دقيقه مش اكتر من كده.